وكأن جبال الدنيا سقطت عليهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صورة للرئيس السوري أحمد الشرع مع وزير الخارجية أسعد الشيباني، وتشعر أنهم فعلا أصبحوا ختايرة من هذه الصورة. حجم المسؤولية كبير والضغط كبير والسهر كثير والتعب. سياسة ليست سهلة إذا وسدت لأهلها، أما إذا وسدت لناس همهم السرقة وهمهم يعبوا حساباتهم البنكية وكروشهم وبطونهم ويوفروا الحياة الكريمة لعائلاتهم، فوالله ما في أسهل منها. أما إذا كنت تسهر على خدمة دولة كاملة، شعب مؤلف من ملايين الأشخاص، وبلد مدمر منهوب مسروق محطم، في نسبة فساد كبيرة، الشعب نفسه فاسد، في نسبة فساد بشعب عندنا الله المستعان ترباية 54 سنة، يعني ليس بالأمر القليل. فأكيد راح تكون بهذا الشكل وربما أسوأ، وتشعر وكأنما سقطت عليهم الجبال من الهم ومن التعب ومن السهر ما شفت هاي الصورة تهيأ لي للمرة الأولى أنه إذا ظلوا على هذا الحال لسنة كاملة ربما تشعر أنه أعمارهم أبناء 70 وهم يمكن بال40. الله المستعان. فالسياسة مو سهلة أخواني. لما تحاول تصلح الشعب، لما تجي تحاول تقدم خدمات وتكون آخذ موقعك بحجم المسؤولية التي وكلت إليك، راح تكون تعاني من هذا الأمر وأكثر. بينما على أيام النظام السابق همهم السرقة، همهم يعبون حساباتهم البنكية، فتلاقيهم وجوههم حمراء وردية وبطونهم شي نص متر إلى الأمام، وحساباتهم البنكية في الدول الأوروبية يعني بالمليارات، عدد السيارات عند أولادهم وعند أزواجهم وعند أقاربهم. فهذا هو الفرق بين من يسهر لخدمة الشعب وبين من يسهر وهو يعد الأرباح وكم جنى هذا الشهر. فرق شاسع أخواني.